الحقيقة فيها خير وشر، الحقيقة فيها سلبي وإيجابي، ولازم نتعلم نفصل ما بين أنا وأفكاري، عشان أنت مش أفكارك. حياتك اللي بره دي دورها جواك. فكرة الإيجابية والسلبية. ازيكم؟ النهاردة حلقة جديدة في نظارة نيفو، هنتكلم بقى على الإيجابية والسلبية. فكرة الإيجابية الزائفة وإزاي دي ممكن بتضرنا، لأن أنا بشوف إن المشاعر والأفكار سواء إيجابي أو سلبي زي الديواليتي دايما، الازدواجية دي مفيدة لينا. طيب إحنا عرفنا، جمعنا أفكار وجمعنا مشاعر وفهمنا المنظومة ماشية إزاي. دلوقتي بقى أنا عايزة أعرف إيه لما تبصوا في اللي إحنا لمتوه ده، إيه أفكار متكررة إيجابية وسلبية؟ إيه الأفكار اللي مثلا سلبية على نفسي أو على الناس؟ عشان بدي بندخل بقى، إحنا بنسمع كتير اليومين دول على السوشيال ميديا، لا أصل دوت توكسيك، أصل ده معرفش توكسيك انفايرمنت، أصل ده توكسيك بيرسون، أصل pointing fingers blaming على طول، الموضوع برايا. طيب إحنا بقى داخلين الرحلة دي عشان يبقى عندنا وعي، لازم أفهم اللي بيجرى ده. طيب هل أنا في توكسيسيتي مش بقى فيا وفي اللي قدامي، في أفكاري؟ ولازم نتعلم نفصل ما بين أنا وأفكاري، عشان أنت مش أفكارك، أنت الوعي اللي بيدخل يقول أنا شايف كده إن في أعراض اكتئاب داخل السيستم. ده بيديلك أساساً إنك عندك القدرة تشوف الحاجة وتغير مسارها. زي ما كنا في الاسترس دوت بيعرفني حاجات محتاج أخد بالي منها وحاجات أغيرها. الأفكار السلبية والأفكار الإيجابية بالظبط نفس الشيء. طب السلبي ده جاي منين؟ طب الإمباكت بتاعه إيه؟ هديلك مثال صغير. كلاينت عندها بروجكت وقع، والبروجكت دوت هي بتقول حتى مش قادرة أقفل الموضوع، فعندها مرات بتبروكراستينيت، نيجاتيف ايموشن كده بتحصل، خوف، بيهيفير، ازق حاجه. طب بتزقيها ليه؟ علشان خايفه من ايه؟ امتى بيظهر لما بتكون داخله على بروجكت جديد، حاجه ما عملتهاش قبل كده وحاجه كبيره، تاجيل، قاعده بتاجل لانها خايفه تدخل فيه. طب خايفه ليه؟ طب بتقولي ايه لنفسك؟ هنا ابتدينا من مشاعر، جبنا بقى القصه. اصل دي حاجه كبيره فممكن افشل، اصل دي حاجه كبيره وما عملتهاش قبل كده فما اعرفش اعملها ازاي، فافضل ازقها. حاجه تانية، البروجكت فشل خلاص، طب ما تيجي نلم الليله بقى ونقفل. لا، ليه؟ عشان مش قادره تقف قصاد المرايه وتشوف هي فشلت في ايه. ليه؟ عشان هبقى شايفه الجزء السلبي بس. عشان كده نرجع تاني للازدواجيه. اتعلمتي ايه من البروجكت اللي وقع ده؟ عرفنا السترينث في شخصيتها، هي بني ادمه عندها كام حاجه كده مهمين، بس في سترينث كانت هي شاطبه عليها، حاجه اسمها اناليتيكال. هي دخلت في بروجكت عشان تعرف الناس، فقالت ده جو بيس، الحكايه كويسه، ده انا هتعلم منه اكس واي زد، واستعملت الحاجات دي، بس ما دخلتش تعرف ان تانالايز الانفورميشن، الكلام ده هيأدب ولا لا. طيب النهارده هي عرفت ميزه ان الغلطه دي او الفشل ده جاي يعلمها، خدي بالك من الاناليتيكال ثينكينج بتاعك، او القدره على التحليل ومعرفه الحقائق من الحاجات المزيفه. ده سلاحك اللي ما تنسيهوش. النهارده بقى هي لما هتيجي بعد كده وشافت ان تجربه فشل طلعت منها بحاجه ايجابيه، المره الجايه مش هتخاف تواجه الفشل. مزبوط. لان شافت الصوره كامله، شافت ان الفشل ده جاي عشان يعلمني حاجه، مش معناه ان انا فشلت، جاي يعلمني حاجه لما هستعملها هنجح نجاح اكبر. مهمة قوي النقطة دي، لأن ساعات بنعدي كلنا في الدايرة دي. بس ما بنبقاش واعيين بيها يعني. لازم أشوف الاتنين. طيب أنا فشلت ليه؟ هتعلم إيه؟ لو أنا داخل كده، أنا ببقى داخلة في حاجة صعبة، هتعلمني إيه دي؟ هتكبرني إزاي؟ غير إن أنا الأول دي كبيرة، ده ممكن أفشل، طب الناس هتقول عليا إيه؟ كل دي بقى الأفكار اللي إحنا هنشتغل عليها. طيب دلوقتي انا عملت الMRI، ايوه، واكتشفت ان انا عندي افكار ايجابيه وافكار سلبيه. ايوه. امتى بتبقى اللي هي بقى توكسيك بوزيتيف؟ امتى بتبقى فعلا ايجابيه سامه؟ ايجابيه السامه دي اللي هو بعمل نفسي مش شايف السلبي. بشوفها ساعات في شغلي، تلاقي حد، وهم طبعا دي بتحصل من غير ما يبقوا واخدين بالهم، حد جاي بيحكي على موقف مؤلم جدا ومشاعر في غايه الالم، وتلاقيه بيضحك. ده عمل ايه؟ ده بيفصل، لانه مش عارف، ما بيتعاملش معاها، فبيبتدي يبعد عن
الايموشن، انه مش فاهم هي جايه منين ويتصرف معاها ازاي. ده بالظبط ديلوجن، يعني ديلوجن. مش في وعي، انا مش في الحقيقه، مش عايش الحقيقه بالظبط، مش بكبت بقى مشاعر بقى بالزبط. مش بطلعها بره ومش بكبت المشاعر، مش بفهم افكاري جايه منين، مش بعرف هغير ايه، فتبتدي التوكسيسيتي اللي جوايا، الحاجات السامه اللي جوايا، الافكار اللي عامله مشاعر سلبيه اللي انا عامل نفسي مش شايفها، زق 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 لحد ما تنفجر. دي خطوره الايجابيه المزيفه، خطورتها اكتر على البني ادم اللي بيعملها اكتر ما منك، لان النيجاتيفيتي بتاعتها والسلبيه بقى اللي المفروض نحط ايدنا عليها ونغيرها بتضره هو، ان المشكله ما بتتحلش. وانا عشان اوصل لازم افهم الحقيقه فيها خير وشر، الحقيقه فيها سلبي وايجابي، الايجابي بيقول لي مسج، السلبي بيقول لي كمان مسج محتاج اغير ايه. احنا هنتعلم حاجات كتير، احنا بنتعلم في البرنامج دوت، كلها تعاليم ممتازه، بس عارف اهم دروس ايه؟ الدروس اللي هتجيلك من الفشل بتاعك انت، ده كده ليزر فوكس درسك انت، انا محتاج ايه. الناس السلبيه في حياتنا، وفي نوعين، في افكار سلبيه على نفسي وفي افكار سلبيه على الناس، لما بقول ده توكسيك. فعايزه النهارده ان احنا يبقى عندنا كده 2 كاتيجوريز، او اسمهم ايه؟ الحقني بالعربي بقى يا نبيل. عندنا هنحط كل حاجه في عمود لوحدها في الجورنالينج بتاعنا. هنا الافكار السلبيه على نفسي والافكار الايجابيه على نفسي، الافكار السلبيه على الناس والايجابيه على الناس. ابتديت افرد الموضوع كله. اوكي. طب في ناس فعلا سلبيه وتاثيرها سيء عليا ومعرفش اخرجها من حياتي. صديق هطلع من العلاقه، بس دي ما بتبقاش بس سهله. الاهل ما هي مش سهله، لكن انت لما بتكون وصلت للوعي ده بقت اسهل. اللي بيشايفها جبل الضعيف اللي ما اشتغلش على نفسه، لسه العضلات ما قويتش. اتفضل. مش دي اللي اسمها باوندري سيتنج؟ دي بقى، ما احنا لسه هندخل اهو في قصه الباوندري. انت في باوندري وفي ناس بتطلعهم وفي حدود بتتحط. بالظبط. حته بقى الناس اللي اساسا ما اقدرش اخرجهم تماما من حياتي، ودي معظم الوقت بتبقى اهل يعني. وفي حته لا يعني مش هتقدر تخلص من اهلك انت، حتى الناس اللي هم قصدك اللي لازم في ناس مش هتعرف تخرج منها انت. يعني حتى لو في شغلك هنحط باوندريز، وفي الفيوتشر بعد ما اثبتنا ان المكان ده مش مناسب ليك خرجت منه، يعني في حاجات هتقدر تطلع منها، بس في حاجات هتفضل موجوده. طب هتعامل بقى، هحط حد ازاي في المنطقه اللي معرفش اقطع العلاقه؟ اول حاجه اني ابتدي برضو افهم تاثيره عليا، ابتدي افهم ان انا محتاج احدد العلاقه دي. يعني مثلا البني ادم ده انا مش هشوفه كتير، انا هعمل الواجب ان انا هشوفه مره مرتين في الشهر. طيب وانا كمان رايح اتقابل، محضر نفسي. دي داخله في الكوميونيكيشن دي؟ لا دي مش حتى كوميونيكيشن، دي لسه انا داخل في تحضير نفسي ان انا احط الباوندري. هحطها ازاي؟ اول حاجه ده مش هشوفه، ده مش من الناس اللي تاثيرها ايجابي عليا، فانا ده مش هشوفه راندملي وكل ما يكلمني ارد، لا دي ناس انا عشان اوصل للتارجت، عشان ما يبقاش في احساس بالجلد، وده هنتكلم عليه برضه وات از انف. انا حاطط تارجت ده هشوفه مره في الشهر، مرتين. لما اشوفه انا مجهز نفسي في وعي، البني ادم ده تاثيره كذا، البني ادم ده هيتكلم في مواضيع كذا، انا اساسا هفعل الودنين، ودن بتسمع او ودن بتسقط. يعني مش هدخل حتى في مناقشه ان انا اغير افكار ولا انا بعمل صله الرحم من الاخر. ماشي، مفهوم. فده كاني بحمي نفسي من غير الله يفتح عليك، حاجة. لان ده ما اقدرش اقطعه. الناس التانية هنبتدي طبعا نحط حدود. من اول الحدود لازم افهم مساحتهم، هم مسموح لهم فين وانا مسموح لي فين، وهعرف الحدود دي ازاي. ده بقى في الابيسود الجايه effective communication، هوصل الحدود بتاعتي ازاي. الافكار النيجاتيف محتاجينها زي ما احنا محتاجين البوزيتيف. ايه اللي احنا هنعمله؟ هنعمل الكاتيجوريز بتاعتنا عشان اعرف طبيعه افكاري السلبيه والايجابيه على نفسي، وطبيعه افكاري السلبيه والايجابيه على الاخر. هبتدي اشوف المحيط بتاعي انا بس حاسس بيه ايه. انا دلوقتي بوعي، مش حتى لسه هغير، لان انا بحمي نفسي بس. دوت بالظبط، ده الحد ده. المحيط بقى بتاعي بيتك، عربيتك، الحاجات اللي اقدر اغيرها. عايزه اول حاجه مش بقى تغير حاجه فيها، انا حاسس بايه وانا قاعد هنا. تبتدي كمان تكونكت
ايه احساسك بالمكان؟ لما بتدخل كده يوم ما بتغسل عربيتك وبتنظفها بتحس بايه؟ ويوم ما العربيه تبقى مكركبه بتحس في ايه؟ بيأثر عليك في ادائك ازاي؟ برضو بنلم معلومات عن تأثير المحيط علينا. لغايه دلوقتي لسه ما خدناش اي اكشنز. لا احنا في المرحله التلت الاولاني من ال10 حلقات بتوعنا بعمل بحث على نفسي. انت عشان يغيروا ويوصلوا لتغييرات ويعملوا انوفيشن مش بيبتدوا ببحث، بيبتدوا بفهم. طبعا احنا بقى بنبقى ساعات مستعجلين، يلا هعمل ايه. فانا بنرجع تاني وبنقول كل ده بنلم حاجات عشان اول ما ندخل هنتحرك بيها ازاي. ربنا برضو بيعلمنا. الشجرة بتتحط جذورها تحت الارض، تطلع الشجرة فوق الارض. حياتك اللي بره دي جذورها جواك، مشاعرك وافكارك. عايز تغير ده لازم تغير الافكار والمشاعر. طيب احنا كده فهمنا مشاعرنا السلبية والايجابية، مشاعرنا السلبية على نفسنا وعلى الاخر، وهنبتدي نشوف هنغير ده ازاي لما نوصل بقى احنا داخلين عند محطة التغيير اللي هي emotional regulation. ازاي هطوع مشاعري وازاي هعرف اغير افكاري، مش فيك بوزيتيف، مش هزقها لتحت. انا هدخل بقى معاها وابتدي اعرف انا مخير فين، قدرتي فين، انا فاعل فين وازاي. انا بتحكم فيها مش هي اللي متحكمه فيا. بالظبط. انا هاخد القياده. اخدها ازاي؟ مني اخد زمام الافكار عشان اعرف اغير. احنا دايما في اول سيشن في شغلي بنقول هدفنا ان احنا نقون الايموشن، يبقى عندنا مسؤوليه على مشاعرنا، مش فلان خلاني حسيت كذا. تمام كتير قوي. صح، اتفقنا. شكرا ونشوفكم الحلقه الجايه. شكرا يا نبيل. نسبة مارك بقول لك ايه اللي هي الكاميرا بتبقى هنا. دلوقتي انا جمعت مجموعه افكار. طيب يلا بينا. يلا بينا. كات.